مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في خلال فيديو النهارده هنتكلم عن اخر تسريبات واخبار فيلم افنجرز دومسداي، وبلاش ان احنا نطول وتعالى نخش في الفيديو. نبدا الاول بتسريب موثوق بيتكلم على ان هيبقى فيه مشاهد كتيره خلال الفيلم او مشاهد مكثفه هنشوفها بين شخصيه نيمور وشخصيه سو ستورم، وعلى الاغلب المشاهد دي في الفيلم هتكون موجوده في الصحراء. للي مش عارف فسو ستورم ونيمور في الكوميكس الاثنين كانوا يعتبروا بالفعل حابين بعض، وده على حسب التسريب اللي قدامنا هنا غالبا بياكد انه فعلا العلاقه دي هنشوفها خلال فيلم دومسداي. تيجي تقول لي بس ريد ريتشارد ايه وضعه بالظبط من اللي هيحصل قدامه ده؟ اقول لك على الاغلب هي المشاهد دي مش هتبقى قدامه قوي، يعني ممكن تكون ما بين نيمو وشخصيه سو ستورم، ولكن لو حصلت قدام ريد هنشوف الموضوع بتاع الغيره. بس على كل الاحوال دي حركه كويسه عشان بيفهموك كده ان هم هياخدوا الكوميكس بالظبط، وحسب كلام برضه عمال بينزل لحد دلوقتي فمن المحتمل سو ستورم او انفيزبل وومن تكون مع بين جريم وهو بيقابل شخصيات واكاندا واللي هم مومباكو وشخصيه شوري، وده لان في ناس عماله بتقول ان هو الفراغ اللي موجود جنب بين جريم يعتبر هو كبير، ومن المحتمل يا اما سو ستورم هي اللي موجوده جنبه او ممكن اللي جنبه يكون هو دكتور دوم. للامانه اللي عمال بينتشر دلوقتي اكتر هو انه دكتور دوم ممكن يكون جنب بين جريم، وهو اللي ممكن يخلي شخصيات واكاندا يتحدوا مع الفانتاستيك فور هم ان يروحوا للكون بتاع الاكس مان عشان يهاجموهم. وعندنا بقى كده تسريب موثوق بيتكلم على ان مده فيلم افنجرز دومسداي لحد دلوقتي هتكون 3 ساعات و45 دقيقه، وطبعا المده دي كنت منزلها بوست على الانستجرام وفي ناس منكم قالت لي ان المده دي مش منطقيه لان كده الفيلم طويل جدا، لكن زي ما قلت لك ان هو الكلام ده يعتبر هو منطقي لان اولا في حاجات كتير جدا بالنسبه لشركه مارفل هي عملتها غلط، فالمفروض انهم يصلحوها عشان فيلم دومسداي يكون كويس. فده هيتطلب ان هو في بدايه فيلم دومسداي نمهد التمهيد الصح لشخصيه دكتور دوم ونصلح المشاكل اللي فاتت. ان الافلام الوحيده اللي بتمهد لاحداث فيلم دومسداي هو اولا فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس، وبعديه فيلم الثاندر بولز او نيو افنجرز، وعندك طبعا سبايدر مان نو واي هوم، وعندك دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس، ولوكي الموسم الاول ولوكي الموسم الثاني. اما بقيه الاعمال الثانيه فهي ملهاش علاقه بالمالتيفيرس قوي والتمهيد فيها كان ضعيف، هم محتاجين يعالجوا كل الاعمال دي عشان يربطوا الشخصيات مع بعض، وحتى كمان لو هيجيبوا مون نايت لازم ان هم يصلحوه في خلال بدايه فيلم دومسداي، مع ان في كلام دلوقتي على ان مون نايت مش هيظهر، ولكن زي ما قلت لك لو هم عايزين يظهروه هيضطروا في خلال بدايه الفيلم يحطوا التمهيد الصح. بالجانب كده هو اساسا ما كانش فيه تمهيدات على شخصيه دكتور دوم، والتمهيدات كلها كانت على شخصيه كانج، وده السبب اللي حرفيا كل مره ببقى عمال اقوله في خلال اي فيديو عن القصه بتاعه دومسداي. برضو منطقي المده تكون طويله بحيث ان احنا نشوف التمهيدات بتاعه كانج ان هي بتنتهي وبعد كده بننتقل من كانج لدكتور دوم، ده برضو عشان نبقى عارفين ايه بالظبط اللي حصل مع كانج من بعد انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا ومن بعد لوك الموسم الثاني. وطبعا السبب الثالث ان هم الابطال يبقوا متجمعين مع بعض ونبقى عارفين مين هم الافنجرز ومين هم النيو افنجرز، كذلك سبايدر مان موجود فين ودير ديفل موجود فين وذا بانيشر وبقيه الشخصيات الثانيه اللي احنا اساسا مش عارفين هم فين او ايه علاقتهم مع الاحداث بتاع دومسداي اللي جايه. والتسريب اللي بعد كده يعتبر هو التسريب موثوق، والتسريب ده بياكد ان دكتور دوم هيبقى عنده فريق خاص خلال احداث دومسداي. ذكر ان هو الفريق بتاع دكتور دوم هيبقى اسمه هاربنجرز اوف دوم، وهيبقى الفريق متكون من نسخ مختلفه من دكتور دوم بالاضافه للدوم بوتس، ومن ضمنهم طبعا دكتور دوم الاساسي بتاع روبرت داوني جونيور. واعتقد يا معلم انه ده ممكن يبقى ليه علاقه بالتسريب او الاشاعه اللي ذكرتها قبل كده هنا في القناه من شهور، واللي كانت بتقول انه خلال فيلم دومسداي هنشوف نسخ فاريانت من دكتور دوم كتير، ده بجانب طبعا التسريب اللي اكد بعد كده البرلمان بتاع دكتور دوم اللي هيبقى موجود خلال فيلم دومسداي، واللي منهم هيبقى فيه نسخه نسائيه من دكتور دوم. الاشاعه اللي انا كنت متكلم عليها كانت بتقول ان هو التمهيد ده كان هو اللي موجود خلال مؤتمر سان دييجو كوميكون، ده لما شفنا ناس كتير كانت لابسه الوش بتاع دكتور دوم، ولكن كان في دكتور دوم واحد بس واللي هو روبرت داوني جونيور. وعرفنا من الاشاعات والتسريبات اللي نزلت بعد كده ان هو دكتور دوم بتاع روبرت داوني جونيور هيتخلص منهم كلهم عشان يكون هو الوحيد فقط اللي هيقدر يحكم الباتل وورلد. والتسريب بعد كده يعتبر هو التسريب موثوق برضه، واتذكر فيه ان شركه سوني حاليا منفتحه ان هي تشارك بعض الشخصيات بتاعتها مع عالم الام سي يو بحيث مارفل تستخدمها زي ما هي عايزه. وطبعا ده معلم معناه انه في امكانيه لرجوع الفيلنز التاني اللي كانوا موجودين في خلال سبايدر مان نو واي هوم، وده لان من ساعه ما عملت التحليل بتاع سبايدر مان نو واي هوم ونزلته هنا في القناه قلت لكم من ساعتها لحد دلوقتي ان هم الفيلنز دول لازم يرجعوا تاني، وده لان الفيلنز يعتبروا هم اتعالجوا وبعد كده رجعوا للاكوان بتاعتهم تاني، وده المفروض هيعمل تفرعات في الاكوان بتاعتهم لان هم رجعوا متعالجين. طبعا كنت ساعتها بقول لكم من حوالي 4 سنين ان هم الممثلين كانوا بياكدوا انه احتمال يرجعوا مع مارفل تاني، وطبعا اكتر واحد كان عليه كلام كتير كان هو ويليام ديفو، كان في كلام كتير على انه هيرجع بالدور بتاع جرين جوبلين تاني في خلال المستقبل بتاع مارفل، واللي هو غالبا كان ساعتها مرتبط بفيلم افنجر سيكريت وورز اللي هو كان مبني على كانج داينستي. التسريب ده بالرغم ان انا قلته في خلال فيديو
سبايدر مان براند نيو داي، بس انا حبيت ان انا اكرره هنا تاني لان انا برضو قلت لك في خلال الفيديو اللي فات بخصوص فيلم دومز داي ان هو الفيلم هيبقى فيه 5 اكت او 5 فصول، والفصل الاخير هيبقى اتحاد الابطال مع الفيلنز ضد دكتور دوم. فممكن من ضمن الفيلنز اللي هيتحدوا مع الابطال هيكونوا هم الفيلنز بتوع سبايدر مان، وزي ما قلت لك من شويه انا كان قصدي على الفيلنز بتوع سبايدر مان نو واي هوم، لا كمان يا معلم انت ممكن تضيف عليهم الفيلنز بتوع عالم سوني نفسهم، سواء بقى فينوم توم هاردي او الشخصيات التانية اللي كان معمل لهم افلام وفشلوا، برضه ممكن تتوقع الشخصيات دي ان هي تبقى موجوده، وطبعا يا رب يعني ان هي تموت لان افلامهم الصراحه كانت زباله. ولو هتيجي تقول لي ازاي ان هو الفيلنز دول ممكن يساعدوا الابطال في خلال نهايه دومز داي، فالاجابه معلم بكل بساطه لان هم متعالجين. وعندنا بعد كده يا جدعان شويه اشاعات كتير جدا على المواجهه او الفايت سين اللي هيحصل ما بين ثور ودكتور دوم. الاشاعات دي كانت موجوده على السوشيال ميديا كتير جدا وكانت مكتوبه بطرق مختلفه بس كلها كان نفس المضمون، فانا دلوقتي فلترت لك كل الاشاعات دي وجبت لك الملخص المفيد والمنطقي منها. ونبدا باول اشاعه اتذكر فيها ان هو خلال فيلم دومز داي هنشوف ان ثور لما بيدعي لاودن ان هو يساعده في المعركه اللي جايه هو بيدعي له عشان هو عارف ان هو هيخسر، ولما ثور هيقابل دكتور دوم ثور هيتضرب جامد منه، ودكتور دوم هيمسك الميونير وهيرميها عليه وهيقول له هل ده اقوى ما عندك؟ استخدم الميونير بتاعتك عشان تبقى مواجهه عادله. انا شايف الصراحه انه ممكن المشهد بتاع دكتور دوم وهو بيشيل الميونير ان هو ده فعلا منطقي انه يحصل خلال الفيلم، ولكن بالنسبه للحوار اللي بيتقال هنا ما اعتقدش ان هو الحوار ده حقيقي لان باين عليه ان هو حوار طفولي مش حوار الاخويروس وهيحطوه خلال الفيلم. واتذكر يا معلم خلال اشاعه تانية ان هي المواجهه بتاعت ثور ودكتور دوم هنشوف خلالها دكتور دوم هيقطع دراع ثور وده باستخدام الستورم بريكر، والمشهد ده هيحصل في خلال اخر الفيلم، وده هيخلينا ان احنا نشوف ثور بعد كده ان هو هيركب دراع حديدي جديد. وبالنسبه للاشاعه دي فانا شايف ان هي ممكن تبقى منطقيه خصوصا ان احنا شفنا ثور قبل كده ان هي عينه اتشالت في خلال فيلم ثور راجناروك، وروكيت ساعتها اداله عين جديده وخلاه ان هو يركبها في خلال فيلم افنجرز انفينيتي وور. ودلوقتي روكيت راكون على حسب فيلم جاردينز اوف ذا جالاكسي هوليداي سبيشال شفنا ان النيبيولا ادت له درع جديد واللي هو كان الدرع بتاع باقي الحديدي، بغض النظر على ان احنا لحد دلوقتي ما عندناش رد رسمي من شركه مارفل على الدراع ده هو جاي منين، بس اللي يهمنا ان هو الدراع ده دلوقتي موجود مع روكيت، فمن ممكن روكيت يديه لثور بحيث ان هو يركبه. وده برضو بالمناسبه حصل في الكوميكس ان هو ثور دراعه اتقطع وركب دراع معدني، بس بالنسبه لي انا الصراحه شايف ان الراجل ده صعبان عليا لان هو حرفيا متدمر بس عايش بقطع غيار. وتذكر كمان برضو ان هو في المعركه اللي هتحصل بين دكتور دوم وثور هنشوف انه في شخصيه جديده هترفع ميونير، في شخصيه هتكون غير ستيف روجرز وثور ومحتمل الشخصيه دي تبقى هي شخصيه لوكي. طبعا المعلومه دي انا سبق وقلتها تقريبا في الفيديو اللي فات او اللي قبله، بس قلت لك انه في شخصيه جديده هي اللي هتشيل الميونير وساعتها ادينا توقعات، ولكن الفكره ان الاشاعه دي بتاكد لك انه لوكي هو اللي هيشيل الميونير. اما الاشاعه الاخيره ودي تعتبر هي منطقيه كانت بتقول انه دكتور دوم هيرفع الميونير باستخدام السحر بتاعه وهيخدع بيها بقيه الشخصيات عشان تصدقه. وعندنا بقى كده رسميا في دلوقتي 3 اعلانات جداد لفيلم افنجرز دومز داي يعتبروا تم تاكيدهم على الموقع الكوري بتاع تصنيف الاعمال او تصنيف الاعلانات، وده لانك لما تخش على الموقع بتاعهم هتلاقي انه في 3 اعلانات جداد اتضافوا ولكن مش معروف ميعاد عرضهم هيكون امتى. بس لو هدي توقع شخصي ممكن انه يتعرض الاعلان الاول يوم 25 يناير والاعلان الثاني يوم 1 فبراير والثالث يوم 8 فبراير بحيث يكون الاعلان الاخير هو برضو نفس الاعلان التشويقي. وخليك فاكر انه كان في برضو اشاعه على ان توبي ماجواير سبايدر مان وهيو جاكمان وولفرين هيظهروا في خلال الاعلان التشويقي اللي هيتعرض مع السوبر بول، وده على حسب اللي كان عمال بينزل الفتره اللي فاتت ان هو مش هيبقى حرق لظهور الشخصيات دي خلال الفيلم، وده لان الفيلم اتاكد فيه انه فيه كاميوهات كتير جدا موجوده، ومهما شركه مارفل هي ورتنا او حرقت علينا من شخصيات او حتى لقطات كتيره من الفيلم فالفيلم مليان مفاجآت كتير. وعندنا بقى كده توقع شخصي كنت عايز برضو ان انا اقوله بخصوص الاعلان بتاع واكاندا، وده بناء برضو على شويه كلام هو ما زال لحد دلوقتي موجود اونلاين. طيب بناء دلوقتي على الكلام والاشاعات اللي عماله بتنزل فمن المحتمل ان احنا نشوف انه بين جريم وشخصيات واكاندا لما يقابلوا بعض هيبقى في شخصيات تانية موجوده معاهم، ولكن الشخصيات دي هي مش ظاهره قدامنا سواء متشاله بالسي جي اي او هم ما رضيوش يحطوا المشاهد بتاعتهم للاعلان التشويقي عشان بس يخلوا التركيز على شخصيه بين جريم وشخصيات واكاندا اللي هم مومباكو وشوري. فبناء على توقعي الشخصي اللي انا شايفه ان هي ممكن تكون اخر لقطه احنا شفناها واللي هي كانت بتاعت شوري وهي طالعه السفينه، من ممكن السفينه دي معلم تكون هي نفس السفينه اللي كان نازل لها صوره من الكواليس. مش عايز اقول على الصوره دي ان هي كانت متسربه لان اللي كان منزلها كان المفروض حد من اللي شغالين عن الفيلم، وهي الصوره دي ساعتها نزلت بشكل رسمي، بس الهدف بالنسبه لي انه ممكن يكون بين جريم هو موجود على السفينه وهيكون معاه شوري اللي هي رجلها كانت موجوده تحت على اليمين، وكذلك شخصيه جون ووكر او يو اس ايجنت وشخصيه نيو فالكون. فممكن يكون المشهد اللي كان موجود في الاعلان الرابع هو في الاساس موجود جوه الفيلم فيه شخصيات كتير مجتمعه، فانتاستيك فور مع الافنجرز مع النيو افنجرز، وهيكونوا كلهم انقسموا لشخصيات او جروبات مختلفه، وده حسب القصه الاساسيه اللي كانت متسربه من السنه اللي فاتت او اللي قبليها كمان، اللي احنا كنا بنسمعه ان هو هيبقى فيه كذا جروب من الابطال. وطبعا اهم الجروبات دي اللي كان عليها كلام كتير هو الجروب بتاع الابطال اللي هيروح الكون بتاع الاكس مان عشان يحاولوا يجيبوا مونيكا رامبو من هناك. وبس كده، عرفني رايك تحت في التعليقات وما تنساش تعمل لايك على الفيديو كنوع من دعم المحتوى، واشوفك على خير المره الجايه والسلام.